مساء الورد عليكم البنات، مرحبا بكم. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله راكم بخير وعلى خير، وان شاء الله راكم تشوفوا في هذا الفيديو نتوما غايه بصحه جيده. كما راكم تشوفوا معايا اليوم حضرت معاكم حلوه جافه بزاف هشيشه وبنينه. نتمنى ان شاء الله تحضروها يعني وتقطع كميه كبيره. اش غادي نحتاجو؟ عندي كاس تاع الزيت، عندي كاس الا ربع تاع النشا، كاس الا ربع تاع السكر، 3 حبات تاع البيض، ملعقه ونصف لافاني، 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو، وكيس ونصف خميرة الحلويات، والفرينة باش نلمو العجينة. هنايا في بيتخان درت 3 حبات تاع البيض، درت كاس تاع السكر، كاس الا ربع، خلط هنايا بالفوي، هنا اللي عندها الباتور تخلط بالباتور كيما راكم تشوفوا، خلطوا حتى يذوب السكر. وراح نزيد الكاس تاع الزيت تدريجيا ونبدا نخلط كيما راكم تلاحظوا. هي وصفه ساهله بزاف البنات وتجي بزاف بنينه. هنايا درت ملعقه ونصف تاع لافاني، ودرت كاس تاع النشا، كاس الا ربع. راني نخلط مليح حتى يمتزجوا المكونات. ونزيد هنايا 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو. هنايا عندي الكاكاو البني، هذا نوعيه جيده، يعني دائما اختاروا هذاك الكاكاو اللي تكون فيه بنه مليحه، يعني الرائحه تاعو تكون طيبه باش يجيكم الكاطو تاعكم بنين. هنايا درت كاس تاع الفرينه، ودرت كيس ونصف تاع خميره الحلويات. هنا الفرينه البنات درت انا خدت لي حوالي 3 كيسان. هنايا على حسب العجينه تاعكم حتى تولي لكم طريه، حبسوا ما تزيدوش الفرينه. هيا لا كيما راكم تشوفوا اني درتها دوائر كيما راكم تشوفوا حوالي 25 غرام، وراني نطبع هنايا بالفرشيطه. هنا هذا التزيين يبقى اختياري هكا باش يجينا الشكل تاعها شباب. كيما راكم تشوفوا نحطها في الصينيه. هنايا حطيتها في البلا بعد ما كنت كملت، وراني شاعله الفرن مسبقا. هنا غادي ندخلوها طيب. هنايا هي بعد ما طابت شوفوا خدت لون شباب. عندي شويه تاع كونفيتور تاع الكرموس، وعندي شويه تاع نواه كوكو. هنايا البنات اللي ما عندهاش الكونفيتور دير شوكولا غلاسي، انا هنا بغيت نديرها بالكونفيتور تجيني بنينه. هيا لا التزيين بقاكم اختياري البنات، اللي عندها شويه تاع المكسرات دير مكسرات ولا بيستاش ولا دير بسكوي ولا غوفريت اللي بغيتو. هيا كيما راكم تشوفوا اني بعد ما كملتها البنات قدمتها مع اتاي، وتجي بزاف بنينه هاد الوصفه. ان شاء الله تجربوها برك. وإلا كان عجبتكم الوصفه ما تنساوش غير تخلوا لايك وتخلوا كومونتير شباب، وتهلاو في رواحكم، وفي فيديو قادم ان شاء الله.